طنجية ديال الدجاج في طنجرة الضغط كتجي معلكة لذيذة، يا سلام ما تشبعوش منها. شوفوا هنايا المريقة كيف كتجي واقفة وعاقدة. اش غنقول لكم، روعة روعة روعة. نبداو على بركة الله. المقادير وطريقة التحضير. هنا عندنا الدجاج. بالنسبة للدجاج على حساب افراد الاسرة، عندنا الحامض مصير، ضامة ديال الزعفران، ثومة معجنة، شوية ديال الخرقوم والسمن. السمن تقريبا معلقه كبيره عامره بالنسبه لهاد القياس اللي دايره انايا ديال الدجاج. والزيت الروميه بطبيعه الحال. كناخدو طنجره الضغط كنوضعو فيها الدجاج بعد ما كنكونوا نقيناه وغسلناه مزيان مزيان بالحامض والملحه والسكنجبير حتى كيولي كيبري كما كتشوفوا في الفيديو. انا حطيت الدجاج في الكوكوط في طنجره الضغط. غادي نزيد عليها القوام. بالنسبه للقوام كما قلت لكم في الاول ما كنحتاجو لا بزار لا سكنجبير لا والو. صافي كنزيدو عليها ضامه ديال الزعفران. بالنسبه للضامه انا درت غير النص، نتوما الا كنتو دايرين الدجاج كتير يمكن لكم تزيدوا اكثر. هنايا راس معلقه ديال الخرقوم. كنزيدو الثومه اللي حكيناها في الحكاكه الرقيقه، تكون معجنه ماشي محكوكه في الحكاكه اللي كتخليها طويله، لا تكون معجنه باش تدخل مزيان في داك الدجاج. والسمن كما قلت لكم معلقه كبيره. وفي الاخير الحامض مصير. انا هنايا تقريبا خديت حامضه مصيره صغيره، نتوما على حساب القياس اللي دايرين، باش ما كترتو الدجاج باش ما كتكثروا القوام. والطنجيه راه المصير هو اللي كيصرعها والثومه بزاف. صافي كندخل داك القوام كامل في الدجاج ديالي بعد ما شوفوا الدجاج راني فلحته باش يشرب داك القوام مزيان مزيان. وكنردو فوق البوطه على عافيه مهيله. وكنزيد عفوا كاس لاروب، تقريبا كاس لاروب. راه الكويسي صغيور كما كتشوفوا معايا، الكويس صغيور. وكنزيد الزيت وكنردها على عافيه مجهده حتى كتصفر الطنجره. وكنقصو تكون العافيه مهيله، تقريبا كتاخذ معكم في الطياب الدجاج دغيا كيطيب، ولكن انا عزيز عليا الدجاج يكون طايب مزيان تقريبا نص ساعه ما كاملاش بعد ما كتنقصوا عليها. وصافي صدقوني راه كتجي روعه، كتجي روعه روعه روعه. وما تنساونيش دائما باللايك ديالكم واشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد عفوا. وخليوا لي شي كومونتير زوين. وهنا كنوريكم كيف خرجت لي الطنجيه، راه روعه، جربوها على ضمانتي.